عشان البلد دي تطلع لقدام، مش عشان عبد الفتاح يقعد فيها. ده تفكير ده قوي. الدكتور مصطفى كان بيقول gördüm senden büyüklerin şeyini betim benzin attı. Abi İskender için dedim takmadınız. Ersoy için dedim takmadınız. Aa şimdi bir daha diyor. O adamı gördü ki üçümüzden biri gidecek. لو انا عايز كل سنه قبل العام الدراسي مليون جنيه في كل مدرسه ارفع كفاءتها واحسن ولا 60 دول مش موجود. لو حد جاب المدرسه في الجنوب شايف المدرسه عامله ازاي؟ مش عارفين يعني ايه دوله. بتهدوا ده الناس كانت غلابه دي. انا النهارده ايه كل البناء الفكري للدستور ما كانش منتبه لقدره الدوله. انا كنت مدير الاستخبارات وشايف كل حاجه بتتعمل في البلد يا محمد. كنت شايف بيعملوا ايه في البلد. انت بقى في التلفزيون تشوف ايه؟ تشوف مظاهره فيها 50,000 70,000 رأي عام، الناس رافضه. خدت بالك؟ الشعب يريد. ازاي ابني لك الشعب يريد؟ اسمعوا كلامي. ازاي ابني لك الشعب يريد؟ شوفوا ليكوا كلكم ان اختزلتوا العلاقه اللي بيني وبينكم فكره ان انا ابقى موجود هنا، يعني ده قيمه تجرحني. اسمعوا كلامي لو سمحتوا. لكن لو انتم حافظتم على بلدكم وحميتوها وكبرتوها، مين موجود هنا مش مهم. اسمعوا كلامي، والله انا صادق معكم. اسمعوا بس الكلام، بس اسمعوا الكلام بس. طب اسمعوا الكلام المهم. طب اسمعوا. طب شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن رسالة السادات لكم كانت واضحة، كتبها بدمائه التي روت تراب مصر المقدس، وجوهرها أن مصر تعلو ولا يعلى عليها، لا تقبل الظلم ولا المهانة، لا تستسلم لاحتلال أو طغيان، وأنها تطلب السلام العادل الذي تحميه القوة القادرة، فتسير وسط العالم مرفوعة الرأس عالية الراية، تنشد التنمية والرخاء لشعبها ولمنطقتها وللإنسانية كلها. رحم الله الرئيس السادات زعيما خالدا تفانى حتى آخر قطرة من دمائه في سبيل أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. أنا
قمتنا اليوم في ظرف تاريخي، حيث تواجه منطقتنا تحديات معقدة وظروفا غير مسبوقة تتطلب منا جميعا قادة وشعوبا وقفة موحدة وإرادة لا تلين، وأن نكون على قلب رجل واحد قولا وفعلا، حفاظا على أمن أوطاننا وصونا لحقوق ومقدرات شعوبنا الأبية. ولا يخفى على أحد أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة وأكثرها دقة، إذ يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية على مدار أكثر من عام ونصف، تهدف إلى طمسه وإبادته وإنهاء وجوده في قطاع غزة، حيث تعرض القطاع لعملية تدمير واسعة لجعله غير قابل للحياة، في محاولة لدفع أهله إلى التهجير ومغادرته قسرا تحت أهوال الحرب. فلم تبقي آلة الحرب الإسرائيلية حجرا على حجر، ولم ترحم طفلا أو شيخا، واتخذت من التجويع والحرمان من الخدمات الصحية سلاحا ومن التدمير نهجا، مما أدى إلى نزوح قرابة مليوني فلسطيني داخل القطاع في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية. وفي الضفة الغربية لا تزال آلة الاحتلال تمارس ذات السياسة القمعية من قتل وتدمير، ورغم ذلك يبقى الشعب الفلسطيني صامدا عصيا على الانكسار، متمسكا بحقه المشروع في أرضه ووطنه. ومنذ أكتوبر 2023 كثفت مصر جهودها السياسية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وبذلت مساعي مضنية للوصول إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية. ولا يفوتني هنا أن أسمن جهود الرئيس دونالد ترامب الذي نجح في يناير 2025 في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد أمام العدوان الإسرائيلي المتجدد في محاولة لإيجاد أي مساع نحو الاستقرار. وعلى الرغم من ذلك تواصل مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة شريكيها في الوساطة بذل الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار، مما أسفر مؤخراً عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر. وفي إطار مساعيها بادرت مصر بالدعوة لعقد قمة القاهرة العربية غير العادية في 4 مارس 2025، والتي أكدت الموقف العربي الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني، وتبنت خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله، وهي الخطة التي لقيت تأييدا واسعا عربيا وإسلاميا ودوليا. وفي هذا الصدد أذكركم بأننا نعتزم تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور توقف العدوان. وقد وجه العرب من خلال قمة القاهرة رسالة حاسمة للعالم تؤكد أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الأوحد للخروج من دوامة العنف التي ما زالت تعصف بالمنطقة، مهددة استقرار شعوبها كافة بلا استثناء. وأكرر هنا أنه حتى لو نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. ومن هذا المنطلق فإنني أطالب الرئيس ترامب بصفته قائدا يهدف إلى ترسيخ السلام ببذل كل ما يلزم من جهود وضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جادة يكون فيها وسيطا وراعيا تفضي إلى تسوية نهائية تحقق سلاما دائما
على غرار الدور التاريخي الذي اطلعت به الولايات المتحدة في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل في السبعينيات. السيدات والسادة الحضور، إلى جانب القضية الفلسطينية تواجه أمتنا العربية تحديات مصيرية تستوجب علينا أن نقف صفا واحدا لمواجهتها بحزم وإرادة لا تلين. فيمر السودان الشقيق بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره، مما يستوجب العمل العاجل لضمان وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ومؤسساتها الوطنية، ورفض أي مساء تهدف إلى تشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية. وبالنسبة للشقيقة سوريا فلا بد من استثمار رفع العقوبات الأمريكية لمصلحة الشعب السوري وضمان أن